أحييكم شباب الفاتح، أحييكم وأنتم تقدمون للعالم الصورة الحقيقية للشعب الليبي الملتف حول الثورة على بكرة أبيل. أنتم من الساحة القراء تقدمون الحقيقة التي تحاول أجهزة الخيانة والعمالة والنذالة والرجعية والجبن تحاول أن تغطيها، تشوه صورتكم أمام العالم. أجهزة عربية للأسف شقيقة تغدركم وتخونكم وتقدم صورتكم بشكل يسيء لكل ليبي وليبي. يقولون لهم انظروا ليبيا لا تريد العز، لا تريد المجد، لا تريد التحرير، لا تريد الثورة. انظروا ليبيا تريد الدروشة، تريد العيد، تريد العمايم. انظروا إلى ليبيا تريد الاستعمار، تريد الانتكاسة، تريد الحضيض. وانتم هنا في ساحة الخضراء تقولون ليبيا تريد النجد، تريد القمة، قمة العالم. ليبيا تقود القارات، آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وحتى اوروبا، كل القارات تعقد قمم في ليبيا. هذا مجد الليبيين والليبيات. اصبح الليبي الان يشار له بالبنان في جميع انحاء العالم. بالامس كان الليبي ليست له هوية. عندما تقول ليبي فإنك تقول، عندما تقول ليبي يقولون لك ليبيا، ليبيريا، ليبنون، ما يعرفوا ليبيا. اما اليوم تقول ليبيا يقول لك ليبيا قذافي، ليبيا الثورة. كل الشعوب الافريقية تعتبر ليبيا قبلتها، وشعوب امريكا اللاتينية وشعوب اسيا. حكام العالم كلهم بقواهم الكبر النووية يتقاطرون على ليبيا، على بلدكم، على طرابلس، على سرت، على بنغازي. شوهوا صورتكم في إذاعات عربية شقيقة للأسف. يخدمون الشيطان، يريدوا إهانتكم. نحن نريد نرد الآن بالفعل فوق الأرض، في الميدان. معمر القذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الروسار. معمر القذافي ليس رئيس، هو قائد ثورة. الثورة تعني التضحية دائما وابدا حتى نهاية العمر. هذه بلادي، بلاد اجدادي واجدادكم. غرسناها بيدنا وسقيناها بدم اجدادنا. نحن اجدر بليبيا من اولئك، من تلك الجرذان واولئك الماجورين. من هم هؤلاء الماجورين؟
مدفوع لهم الثمن من المخابرات الأجنبية. لعنة الله عليهم. تركوا العار لأولادهم إذا عندهم أولاد، وتركوا العار لعائلاتهم إذا عندهم عائلات، تركوا العار لقبائلهم إذا كان عندهم قبائل. ولكن هؤلاء ما عندهم قبائل. قبائل الليبية قبائل شريفة مجاهدة مكافحة. تقاطر علي في هذا الشهر كل القبائل، من البطلاني للجبل الغربي إلى فزان، كلهم يهتفون هتاف واحد. كلهم يتحدون. تحدينا أمريكا في هذا المكان بجبروتها وقوتها. تحدينا الدول الكبرى النووية في العالم وانتصرنا عليها. ضغطوا رؤوسهم هنا. إيطاليا قبلت يد ابن الشهيد شيخ الشهداء عمر المختار. هذا مجد ما بعده مجد. ليس للنفا فقط ولا للبطنان فقط ولا للبنغازي فقط، بل للليبيين وللعرب وللمسلمين. هذا هو المجد الذي يريدون له. المجد الذي يريدون أن يشوهوه. إيطاليا الامبراطورية في ذلك الوقت تحطمت فوق الأرض الليبية حافلة. أنا أرفع من المناصب التي يتقلدها الرصاع والأبهات. أنا مقاتل مجاهد مناضل ثائر من الخيمة من البادية، والتحفت معي المدن والقرى والواحات في ثورة تاريخية جابت الامجاد الليبيين، وسيتمتعون بها جيلا بعد جيل. ستبقى ليبيا في القمة، تقود افريقيا وتقود امريكا اللاتينية وتقود اسيا، بل تقود العالم. لا يمكن ان يعطل هذه المسيرة التاريخية الظافرة حفلة من شذاذ الافاق الماجورين، من هؤلاء القطط والفيران التي تنقز من شارع الى شارع ومن زنقة الى زنقة في الظلام. انا دافع ثمن بقائي هنا. انا جدي عبد السلام بومنيار اول شهيد سقط فوق الخمس في اول معركة عام 1911. انا لا يمكن ان اسيء الى هذه التضحية العظيمة. لا يمكن ان اترك رفات جدي الطاهرة في المرجب. انا سأموت معه شهيد في النهاية. هاي رفات والدي في الهاني مجاهد بطل من ابطال القرضابية وتالى وهو جدي عمي الشيخ سعدي في مقبرة نادر. لا اترك هذه الرفات الطاهرة. هؤلاء مجاهدون. قال بشير السعداوي الحرية شجرة لا يتفيا ظلالها الا من غرسها بيده وسقاها بدمه. ليبيا شجرة نحن نتفيا ظلالها لاننا غرسناها بيدنا وسقيناها بدمنا. نخاطبكم من هذا المكان الصامت، هذا البيت في طرابلس الذي غارت عليه 170 طائرة تقودها الدول النووية الكبرى امريكا وبريطانيا وحلف الاطلسي. 40 طائرة بوينغ تزود هذه الحملة بالوقود.
تخطط كل القصور وكل المنازل وكل بيوتكم، كل بيوتكم تركتها تبحث عن منزل معمر القذافي. لماذا؟ هل لأنه معمر القذافي رئيس جمهورية؟ كان رئيس لا ما عملوا له، يعاملوه مثل ما عاملوا رؤساء الدول الأخرى، ولكن لأن معمر القذافي تاريخ مقاومة، تحرر، مجد، ثورة. هذا اعتراف من أكبر قوة في العالم بأن معمر القذافي هو ليس رئيس وليس بالشخص العادي حتى نقتله بالسم أو نعمل ضده مظاهرة تسقطه. لما كانت القنابل هنا في هذا المكان تدك بيتي وأولادي تقتلهم، أين كنتم أنتم يا شذال؟ أين كنتم أنتم يا بتوع الحي؟ يلي لا تصدقون في الظلام في حقاف درنا وفي حقاف الجبل الأخضر وفي حقاف في أي حقف أخرى. أين كنتم؟ كنتم مع أمريكا تصفقوا لي سيادتكم الأمريكان عندما كان معمر القذافي وعائلته في هذا المكان تقصفهم القنابل 170 طائرة تخطط الملوك وتخطط الرصاص وتخطط القصور في كل الوطن العربي. وجدت خيمة معمر القذافي وبيت معمر القذافي. هذا مجد لا تفرط فيه ليبيا ولا يفرط فيه الشعب الليبي ولا الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا كل الشعوب التي تريد الحرية والكرامة للإنسان وتقاوم الجبروت. نحن قاومنا جبروت أمريكا، جبروت بريطانيا، دول النوايا، حلف الأطلس قاومنا جبروتها، لم نستسلم وقلنا نحن صامدون هنا. الآن مجموعة قليلة من الشبان المعطاة لهم الحبوب يغيرون على مراكز الشرطة هنا وهناك مثل الفيران، يهاجمون سكنة آمنة غافلة، لأننا نحن لسه في حالة حرب حتى نشدد الحراسة على مخازننا وعلى معسكراتنا. نحن بين أهلنا في أمان وسلام، وليبيا تنعم بالسلام. استغلوا هذا السلام وهذا الأمان وهذه النعمة التي فيها ليبيا وغاروا على بعض المعسكرات وبعض المراكز وحرقوا الملفات التي فيها جرائمهم، هاجموا المحاكم التي فيها ملفاتهم ومراكز الشرطة التي فيها التحقيق معهم على جرائمهم. لكن ليس لهم ذنب. الشبان ليس لهم ذنب ابدا، هم صغار السن 16 سنة 17 18، احيانا يقلدون ما يجري في تونس وما يجري في مصر، وهذا شيء عادي. واحيانا يسمعون ان في مدينة ما في ليبيا تم الشبان سطوا على محكمة، يقولوا هم حتى احنا مش نصوا على المحكمة اللي عندنا، تقليد. قالوا حصلوا سلاح، حتى احنا ليش ما نحصل سلاح؟ لكن هناك مجموعة قليلة مريضة مندسة في المدن ويحركوا اولادكم
ويعطوهم الحبوب وعدوا يجيبوا سلاح، غيروا احرقوا يا ابطال باش يموتوا اولادكم وباش نبدأ احنا نقاتل في بعض. فئات اسمها ديغادوستا كان انجليزي 100%. لما كنت انا وعبد الفتاح نهاجموا في اذاعه بنغازي لكي نعلن منها التحرير الامريكي فوق الارض الليبيه، من ممكن في قصف وجه بارود فجر قنبله واحده. تفتكر ان ليبيا سهله؟ ليبيا دفعنا ثمنها غالي وبنينا لها مجد عظيم لا يودعنا. نحن تركنا السلطة للشعب الليبي من عام 77، ولما غارت علينا امريكا قاتلناه، وفرنسا في الجنوب قاتلناه، والسادات قاتلناه، وهبري قاتلناه. وهيلا سلاسي وقاتلناه. وحتى بورقيت والنميري قاتلنا. سقطت الرجعية وسقطوا عملاء الاستعمار وسقط الاستعمار. كانت معانا بنادقنا فقط. تركناكم كل شيء حتى فلوس البترول. عياتوا نقول لكم خذوها بيدكم كل شهر، خذوا فلوس البترول وتصرفوا فيها. بكره أنا إنسانة السلطة الشعبية وإنسانة الشعب الليبي. أدعو الشعب الليبي إلى تشكيل الشعبيات الجديدة والبلديات الجديدة حسب البرنامج اللي يوضحه لكم سيف الإسلام. هذا الشيء الصحيح، هذا هو اللي يخدم الإنسان، يخدم حياتنا وتاريخنا. ما حشمناش قدام العالم، مش ياخ احرق عجلة، امسك بندقية، عيل في بغاز اللي مع معمر قذافي الثورة، مع معمر قذافي المجد، العزة لليبيا، الشعب الليبي في القمة. الذي يريد المجد يتذكر جلال الطليان وجلال الامريكان وجلال الانجليز والنهر الصناعي العظيم والسلطة الشعبية وعودة النفط الذي كان 90% منه للشركات الامريكية، وانتم عندكم 10%. الان 90% ليكم، 10% للشركة الامريكية فقط. الذي يريد العزة والكرامة والمجد يخرج من بيوتكم. اخرجوا من بيوتكم، اخرجوا للشوارع، امنوا الشوارع، شدوا الجرذان، ما تخافوا منهم. نحن لم نستخدم القوة بعد، والقوة تساند الشعب الليبي. إذا وصلت الأمور إلى حد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور الليبي والقوانين الليبية. من بكرة تخرج والله من هذه الليلة كل المدن الليبية والقرى الليبية والواحات الليبية التي هي تحب معمر القذافي، لأن معمر القذافي هو النجم. أنا لو عندي منصب، لو اني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم الجراثيم هذه. لكن أنا ما عنديش منصب، ما عنديش حاجة استقيل منها، عندي بندقيتي، أنا حنقاتل آخر قطر من دمي ومعي الشعب الليبي. أنا كملت عمري مانيش خايف من شيء. أنتم تواجهون صخرة صماء، صخرة صلبة تحطمت عليها أساطيل أمريكا، ما تتحطمش عليها. شرذمكم أنتم، اخرجوا من بيوتكم، داهموهم في أوكارهم، اسحبوا اطفالكم من الشارع، اسحبوا اطفالكم منهم، خذوا منكم اطفالكم، يعبوهم، يسكروهم، يقولوا معدوا للنار باش يموتوا ولادكم يموتوا لأي سبب، لأي غرض، لا شيء. تدمير ليبيا، حرق ليبيا،
الشرطة ماتوا، ولادكم ماتوا، لكن ولادهم هم ما ماتوش، ولادهم ما ماتوش. مثل الجرذان لا تمثلوا شيء، لا تمثلوا 1 على المليون من الشعب الليبي، لا تسوي شيء. حفنة من الشبان اللي قلدوا اللي يجري في تونس وهو في مصر، واللي عطوهم الحبوب، واللي امروهم من الداخل احرقوا، اصبوا، اعملوا تقليد جرذان. من بكره الامن بالشرطه وبالجيش، قلة قليلة. في اي مكان سمعتوا في حركة هم قلة. المقملين الشباب مش الشباب مش قلنا هذوم اللي يشروهم وخذوهم، انتهى امرهم. اللي يشوفوا اولياء امورهم شو يديروا، كان فكوهم ولياء امورها وسلموهم للامان ودربناها وعالجناهم من الحبوب. ممكن يطعموا الشباب صالحين، اما كانوا بهذا الشكل كل مره يغيروا عليه مكان. لا هذه تشوفوا نهايتها كيف. كل النسوان اللي عندهم اولاد يطعموا بسرعه، واللي عنده اخوه تطلع بسرعه، واللي عندها قريبه ولا حبيب تطلع بسرعه. والرجال اللي عندهم اولاد واللي عندهم يطلعوا بسرعه، الامهات الاخوات البنات كلهم يطلعوا بسرعه للشوارع، يطلعوا بسرعه للشوارع، يسيطروا على الشوارع. انا نقود في الثوره الشعبيه، نبغى الشعب الليبي يسيطر على ليبيا من اقصاها الى اقصاها. انا على راس الثوره الشعبيه، نوروهم الثوره الشعبيه كيف شكلها. الثوره الشعبيه هي وعي، هي عمل بناء، هي سيطرة على الأمن، هي أمن، احترام، سلطة شعبية، مؤتمرات شعبية، لجان شعبية. نوروهم السلطة الشعبية كيف تكون، نوروهم الثورة الشعبية كيف تكون. اطلعوا من بيوتكم اعتبارا من الآن. ومن بكره الشباب يتنظموا ايضا في لجان الدفاع عن الثورة. والثورة تعني كل المكتسبات المادية والمعنوية، تعني المجد، تعني العزة، تعني معمر قذافي، تعني تاريخ الاجداد، شهداء. بكره كل الشباب يحمل شعار الدفاع، لجان الدفاع عن الثورة في كل المدن الليبية والقرى الليبية والواحات الليبية. وبكره تشكل اللجان وتلبس الشعار كلها على اليد، لجان الدفاع عن المكتسبات، يعني الدفاع عن النفط، الدفاع عن النهر الصناعي العظيم، الدفاع عن مشروع الاسكان العملاق اللي تكاليفه 71 مليار، اللي يسكن 3 ملايين ليبي. المطارات، المواني، الطرق، الجسور، المكتسبات المادية، وده تشكل لجان من الشباب، لجان الدفاع عن المكتسبات الثورية، ولجان الدفاع عن الثورة، لجان الامن الشعبي المحلي، ولجان الدفاع عن القيم الاجتماعية والآداب. وهذه حتتشكل من حملة القرآن اللي هم 1,000,000 حملة القرآن في ليبيا، وأئمة المساجد والنظاف اللي يعرفوا السنة ويعرفوا الوصول ويعرفوا السلفية الحقيقية، مش اقتل بقتل نفس برية، كان قتل البشرية كلها. بكرة تتشكل منهم لجان الدفاع عن القيم الاجتماعية والآداب،
تحمل اداب في الشارع، تمشي البنت وتمشي المرأة حتى في رأس عيان، ما حدش يعكس. الشعب الليبي يعمل دستور، يعمل قانون اساسي، يعمل مرجعية، يعمل اي نظام قانوني. نبغي القانون يسود، يا ريت القانون في ليبيا نبغي القانون يكون هو السائد. سلطة الشعب تصنع القانون اللي يحترمه كل واحد. لاني انا معمر قداشي لا عندي قصر ولا فلوس ولا عندي حتى مستقبلي، كملت عمري في الثورة ما نبي شيء، نبي لليبيا كل شيء نبيه لليبيا. يروح تعيش في امان وفي عزة وفي كرامة وفي رخاء، يصان بترولها ونهر الصراع العظيم ومشروعها الاسكاني العظيم وموانيها ومطاراتها، وتطهر من الذين يحرقون الان المدن. بسرعة خلوا عندكم شجاعة تحرر، انتم اكثر منهم، انتم ملايين، انتم ملايين وهم 100 نفر. امسكوهم في الشوارع، وافتحوا المطارات، وافتحوا المواني، رجعوا السلطة الشعبية، رجعوا الامن. وهم الضباط الاحرار متوزعين عندهم، والامن متوزع، وحدات الشعب المسلح جاهز. وفي امكانكم ان تقرروا توزيع الثروة من جديد، وانا ما زال مصر عليه. بترول الليبي يجب كل الليبيين. انتم ما عادش عندكم ثقة في اللجان الشعبية، خلاص خذوا البترول في يدكم وتصرفوا بيش ما فيش حد يقول لا خذيت حص. كل واحد ياخذ حص. انت بتفكر بها حر، انت بتدير بها شجرة حر، وتصدقها حر. المهم حصتك خذيتها وتصرف كيف ما تبي. واعتقد ان سيف الاسلام زاع الذين خانوا زوروا الحقيقة، يشروا في صور من كم سنة فاتت. هذه العظمى يقطعوه. شوفوا اللي اللي بيش ترد عليه. مطارات معطلة، مواني معطلة، الحياة توقفت، الوقود تعطل، الهواتف خافت. شخص واحد مرة من هذا المجرم تاع واشنطن، لين اذا قاعد يدق خلاص جندوا كل ما عندهم، لقوا شخص واحد بس هربوا. انتم حفنة على صابع ترهب بغازي. المظاهرات السلمية اللي تكلم عليها العالم هذا شيء آخر. نطلع مظاهرة سلمية ما نمشي للشارع، نمشي للمؤتمر الشعبي باللجنة الشعبية باش تنحل المشاكل. فيها الفلوس وفيها القرارات وفيها التوقيعات وفيها الإدارة. ما نمشي للشارع. المشكلة الليبي عند الشعب، عند المؤتمرات وعند اللجان الشعبية. ندير مظاهرة سلمية ضد قضية أخرى وما فيها لها حد يضربها بالرصاص، مستحيل. مدام السلمية ماشي من شارع لشارع. أنا نفسي قدت مظاهرات سلمية كثيرة في العدد، لكن لا حرقت لا كسرت لا شيء. شرطة يميني ويساري واحنا ماشيين على الشوارع وجينا ميادين ونخطب لين نعيو ونعدوا ونديروا بطيات اتجاج واحد ونرجع. نأيد في جمال عبد الناصر، نأيده في الوحدة العربية، نأيده في الثورة الجزائرية ضد تفجير القنابل في الجزائر. المظاهرات السلمية شيء، والتمرد المسلح وقطع اجزاء من تراب الوطن شيء آخر. على العالم يفهم المظاهرات السلمية شيء، وعمل مشروع في الدول اللي مضطرة للمظاهرات. الشعب الليبي غير مضطر للمظاهرات، مشاكلة الحل في السلطة الشعبية. ولكن مظاهرات سلمية حتى لو كانت في ليبيا شيء،
تمرد المسلح اللي يجري الآن ومحاولة فصل درنا أو فصل البيضة أو فصل بنغازي، هذا شيء آخر. من يسمح به؟ ما فيش حد يسمح لبلاده تبدأ مرحقة ولا أن يفصل واحد مخبول يفصل جزء من أجزاء. طالب داخليا، نبو دستور، نبو شعبيات، نبو بلديات، نبو منظمات مجتمع مدني، عادي جدا شيء سلمي ومقبول. اما التآمر مع الخارج باسم هذه الاشياء هذا شيء اخر مختلف. بقول لكم في النهاية لا يمكن لأحد عاقل يسمح ببلاده تتوسط او تصبح في يد قبضة من المجانين. طبعا انا بقول لكم في النهاية لا يمكن لأحد عاقل يسمح ببلاده تتوسط او تصبح في يد قبضة من المجانين. طبعا انا بقول لكم في النهاية لا يمكن لأحد عاقل يسمح ببلاده تتوسط او تصبح في يد قبضة من المجانين. ان الشعر اللي قلته عن الزنتان هذاك الوقت في انقطاع فني ما سمعوش. وسامحوني بالعودة مرة ثانية اذا كان الارسال تو ماشي كويس. قلت لكم واحد وفلي عفوا شاب وفلي غلط في واحد زنتاني يزعل حساب عليه والفله كله. الجماعة قالوا يرى الشعر لازم جماعة الزنتان ما سمعوش تعودوا. وانا عودت على الشعر. حتى تو الشباب اللي موجودين في الزنتان هم من الشباب الطيش، لكن جيبوهم لي، يا ريت جيبوهم لي بس. كل الشباب هذول ما نبيهم، انا نبي الشباب الزايد، انا اللي سميته جيل الغضب. معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيرية بتاعت دولة الجماهير عشان وحدين مقملين ممسخين يتبعهم عملاء المخابرات الأجنبية والدراوشة. من يصدقها هذه؟ لا يمكن. مش ممكن شبابنا يقودهم واحد آخر. هم اذا كان ما تبعوش معمر القذافي بيتبعوا واحد مجمل بلحيته. مش ممكن. الشباب معانا احنا، هذول شبابنا، هذا الجيل الغرب اللي انا ربيته. تتحقق هذه الاشياء. اخيرا يا سادة، ما لم تتحقق هذه الاشياء هم يهتفوا في كل مكان يقولوا نحن جيل بدا معمر واللي عادين الدمر. اخيرا يا سادة، ما لم تتحقق هذه الاشياء سنحول دون تحقيق. عندئذ قولوا سيعلن الزحف. هذول اللي وراهم سنحول دون تحقيق. عندئذ قولوا سيعلن الزحف. زي مسيرة الألف ميل التي قادها موسكم وحرر بها الصين لعند اليوم. والله هذولا
تنتج القنبلة الهيدروجينية. ايوه سنقود انام ديرة الزحف وتصوروا هذا الزحف من اين ياتي، تعرفوه. مضطرين بعدين نطهر المدن ونطهر الشوارع ونطهر البيوت ونطهر كل شيء. اذا لم يتحقق كل هذا انا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. ايوه وانا اراه معمر القذافي قائد اموي، انا ادافع عن الملايين. انا سنوجه نداء للملايين من الصحراء الى الصحراء، وسنزحف انا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والارجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر، في غوط الباطل. بسرعة انقذوا نفسكم قبل لا نعطي اشارة الزحف المقدس. الليلة زحف سلمي، الليلة زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات، لإنقاذ أطفالنا والقبض على اللي يغرروا بأطفالنا. هذه الليلة تعملوها الليلة وبكرة تطلعوا للشوارع. أما بعد إذا كان ما فيش هذا، فيه زحف من الداخل، تعرفوه هذا الزحف منين يأتي. وبعدها فيه الزحف الأممي اللي أنا نقوده، لأن ليبيا تهم كل الأمم. ليبيا مثابة عالمية. قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة ثورة. الله أكبر.